السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ كلامنا بالصلاة على حبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زيدوا النبي صلاة يا جماعة، بالصلاة على الرسول تنحل وتنفك العقد على طول. انا هنا بقى دخلت الاسانسير، وللاسف كنت فاتحة الفلاش بتاع الكاميرا. انا كنت عايزاكم تشوفوني من المراية واشوفكم، بس انا يعني نسيت وكنت فاتحة فلاش الكاميرا. مخدتش بالي خالص من الموضوع ده غير وانا بمنتج وبشوف الفيديو. هنا بقى كنت نازله، انا قاعده في الدور العاشر. شغلت الاسانسير خلاص ونزلت وهركب دلوقتي وهروح الى محطه الرمل. دلوقتي انا على الطوب السلي، هروح محطه الرمل علشان هتمشى فيها شويه واخد من عند كبده الفلاح. طبعا اشهر محل كبده في اسكندريه، واحلى واطعم كبده بصراحه في اسكندريه في محطه الرمل عند الفلاح. هو بيبقى زحمه جدا جدا، بس بصراحه الكبده بتاعته لا يعلى عليها. انا كده خلاص في اول محطه الرمل زي ما انتم شايفين، واقفه هنا بصور. وده كافيه قديم متواجد، عامل زي جروب اللي عندنا في وسط البلد. وهنا خلاص انا كنت داخله الشارع اللي فيه السينمات وفي البياعين وفي محطه الترام وفي ماكدونالدز وفي كنتاكي. وزي ما انتم شايفين بياعين بيبيعوا طواقي ونضارات وحزمه وحاجات كتيره جدا. الشارع عامل زي عندنا في وسط البلد كده. انا داخله على كبده الفلاح، هو رابع شارع بعد الاشاره على طول في محطه الرمل، على نصيته سينما مترو وخروب امال. تمام كده. انا دخلت الشارع اهو، زي ما انتم شايفين هو بيبقى عامل مهرجانات نور واضاءات وزينه وحاجات كتيره قوي. من ايام رمضان بيبقى كده، يعني بيبدا يعمل الزينه دي من رمضان وبيسيبها بقى طول الموسم. زحام موت، رغم ان الشارع فيه محلات اكل، يعني فيه جزارة الباشا بتاعت حواوشي وفيه محلات اكل كتير، الا ان الفلاح علامة مميزة. عليه زحام غير عادي، ما كناش لاقيين ترابيزة. قعدنا بعد ساعة جات لنا الترابيزة، وطبعا الكبدة بيبقى معاها ليمون وفلفل والشيبسي